بعض المدن القديمة يلي كانت ببلاد الرافدين. أولا مدينة أريدو تعتبر أول مدينة دينية بتاريخ البشر وفقا للسجلات السومرية. تأسست حوالي قبل 5400 سنة قبل الميلاد. كانت مركز ديني لعبادة الإله آنكي إله الحكمة والمعرفة. ثانيا مدينة أور تأسست بعد أريدو، هن مدينتين قريبات من بعضهن جغرافيا، لكن أور أصبحت أكثر أهمية سياسيا واقتصاديا، واشتهرت بزقورة أور، ويقال بأنها كانت مسقط رأس نبي الله إبراهيم عليه السلام، وأيضا هي كانت عاصمة بأوقات معينة بعصر سلالة أور الثالثة، وازدهرت بها التجارة والزراعة والدين. ثالثا مدينة كيش الأثرية تقع إلى الشمال الشرقي من مدينة بابل، تعتبر من أوائل المدن السومرية، كانت مركز ديني وتجاري مهم. وفقا لقائمة الملوك السومريين إنها أول مدينة سلمت الحكم بعد الطوفان العظيم أو طوفان نوح. حكم مدينة كيش عدد من ملوك عظماء، من أشهرهم إيتانا. رابعا مدينة بابل تقع بوسط العراق قرب مدينة الحلة حاليا، موجودة على ضفاف نهر الفرات. هذا الشيء انطاها موقع استراتيجي هام للتجارة والزراعة. بابل تعتبر واحدة من أعظم الإمبراطوريات القديمة، ازدهرت بشكل كبير بعهد الملك نبوخذ نصر الثاني، وهي أيضا تحتوي على الجنائن المعلقة، إحدى عجائب الدنيا السبع. وأيضا بها تأسست شريعة حمورابي أحد أعظم ملوك بابل، خلى قوانين نظمت الحياة الاجتماعية والاقتصادية والعدلية محفورة على المسلة الشهيرة. وكذلك بابل تحتوي على بوابة عشتار أحد أعظم بوابات بابل، مزينة باللون الأزرق اللامع ونقوش لثيران وتنانين. وكذلك بابل كانت مركز للفلك والرياضيات والكتابة، ويعد البابليين أول الأشخاص يلي استخدموا النظام الستيني وكانوا متطورين بحسابات الكسوف والنجوم. خامسا مدينة أكد موجودة بشمال بابل، لكن للآن ما تحدد موقعها الأثري بدقة. رغم أهميتها فهي تعتبر واحدة من المدن المفقودة. أهميتها التاريخية، هي كانت عاصمة للإمبراطورية الأكدية، أسسها الملك سرجون الأكدي، اتطور بعهد الحكم والجيش، وكذلك اتطورت الكتابة ونسخت بها عدد كبير من النصوص الأدبية والدينية. سادسا نينوى موجودة بشمال العراق على الضفة الشرقية لنهر دجلة، صارت عاصمة للإمبراطورية الآشورية، واتطورت بعهد الملك الآشوري آشور بانيبال. هذا الشيء خلاها مركز حضاري وثقافي ضخم. وكذلك تضم مكتبة آشور بانيبال يلي تعتبر واحدة من أقدم المكتبات بالتاريخ. وكذلك اشتهرت نينوى بالقصور الضخمة مثل قصر سنحاريب. سابعا مدينة لجش موجودة بجنوب العراق، كانت مركز سياسي مهم بالعصر السومري، انعرفت بملوكها الأوائل مثل أورننت وأوغوديا يلي بنوا معابد وقصور جميلة تركت نقوش توثق الحياة الاقتصادية والقوانين. ثامنا مدينة نفر أو نيبور موجودة بين بابل ولجش، كانت مركز ديني رئيسي لعبادة الإله إنليل. هي ما كانت عاصمة سياسية، ولكن الملك كان يحرص على ترميم المعابد حتى الناس يحترمونه ويطيعونه. تاسعا مدينة آشور موجودة بشمال العراق، هي المدينة اللي انطت اسم للإمبراطورية الآشورية، كانت عاصمة بالمراحل الأولى من عصر الآشوريين. عاشرا مدينة سيبار موجودة بشمال بابل، كانت مركز ديني لعبادة إله الشمس، اشتهرت بمكتبتها ومدارسها. والإحدى عشر مدينة هي مدينة إيسن موجودة بجنوب العراق، ازدهرت بعد سقوط أور الثالثة، وطبعا كانت منافسة لسلالة لارسا. ثاني عشر مدينة هي لارسا، هي همين موجودة بجنوب العراق، كانت منافسة قوية لإيسن، ازدهرت زراعيا وتجاريا. طبعا اكو هواي مدن غير هذول اللي ذكرتهم، البعض منهم موجود والبعض مفقود.